السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بأول حلويات العيد، حلوى بالحلقوم تذوب في الفم. درتها لكم بالمول الجديد اللي راهو طوندونس، وتقدروا تخدموها بأي مول متوفر عندكم، تاع معمول أو تاع غريبية. كما راكم تشوفوا في لا فيديو، الكاطو يذوب في اليد قبل الفم. ماهيش وصفة جديدة، يعني مالف نخدمو من قبل. مي كي بغيتو طلبتوا مني وصفات اقتصادية، عاودته لكم، درته لكم ثاني بهذا المول الجديد باه نعطيكم طريقة استخدامه. تابعوا الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. لأول مرة تزور قناتي، تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلها كل جديد. لهذه الوصفة راح نحتاجو 250 غرام من المارغرين تكون بحرارة الغرفة، لازم تكون طرية. 4 ملاعق كبار من السكر الرطب، 4 ملاعق كبار من النشا، 2 تاع صفار البيض، رشة من الملح وملعقة من لافاني. تقدروا تضيفوا ثاني نفس هذا الرشة، يعني نفس هذه الكمية، خميرة الحلوى. وراح نحتاجو الحلقوم قصوها هكا مربعات، وكمية من الفرينة باه نشيحو العجين. كما قلت لكم في بدايه لا فيديو، استعملت هذا المول. ثم تقدروا تستخدموا اي مول متوفر عندكم تاع غريبيه ولا تاع معمول. اول حاجه راح نحط المارغرين. المارغرين لازم تكون طريه. كعادة راح نخدمها غير بيدي، يعني ما تستعملوش الباتر. واذا كان استعملتوه خدموا به غير شوي، جيست ينسجموا المكونات، ما تخليوش هذيك الزبده يضاعف الحجم تاعها. على واه باه كي يطيب الكاطو تاعكم يقعد محافظ على الشكل تاعو ما يفسدش. لهنا راني نطري شوي في هذيك المارغرين، حطيت لها كمية تاع السكر، راح نخلطهم مع بعضهم. لازم هذاك السكر ينسجم مليح مع المارغرين. تقدروا ثاني لهنا تخدموا بيديكم، مش شرط تخدموا يعني بالملعقة، مي ما تكثروش الخدمة بزاف، جوست ينسجموا المقادير. يعني ما بغيناش هذيك المارغرين يضاعف الحجم تاعها. كما قلت لكم راح يفسد الشكل تاع الحلوى تاعكم كي تكون طيب. راح نضيف صفار البيض ونخلط جيدا حتى ينسجم مع باقي المكونات. ضيفوا لهنا رشه تاع الملح مع الرشه تاع خميره الحلوى اللي قلت لكم ضيفوها باه تجيكم الحلوى تاعكم خفيفه. وراح تضيفوا ثاني لافاني. الخميره كما قلت تقدروا تستغناو عليها، مي من الافضل ديروا هذا الرشه. كما تعرفوا كامل المفعول تاع الخميره راح يبدا من ربع ملعقه فما فوق، يعني هذه هي الكميه اللي تخلي الكاطو تاعكم يتنفخ في الفرن. اما كي ديروا جوست هكا رشه كما شفتوا، هذيك ماهيش راح تاثر، راح تزيدها برك طراوه وهشاشه. واذا بغيتوا ثاني تستبدلوها بالبيكربونات وكانت متوفره عندكم، ديروا رشه تاع البيكربونات. كما راكم تشوفوا دوك راني زدت كميه تاع نشا، وراني نكمل في الخلط بيدي. متكثروش كما قلت لكم بزاف، جيست ينسجموا المكونات. دوك راح نحط كميه تاع الفرينه، راح نغربلها يعني نحط بالكاس ونشوف. لمو غير باطراف الاصابع، يعني ما تعجنوش لي بات تاعكم. جامي لا بات تاع كاطو يعني تتعجن الا لهذوك لي بات اللي يتعسلوا كما تاع البقلاوه والمشكله، هذوك نعجنوهم. لهنا كما شفتوني حطيت الرشه هذيك تاع الفرينه تاع الخميره عفوا، ونضيف كميه تاع الفرينه. ديروا 2 كيسان ونص، والثالث ديروه تدريجيا، قادر تهز لكم 3 كيسان حتى 3 كيسان ونص. لازم هذه العجينه يعني تنحى لكم البول وتبدا تنحى لكم من يدكم. مي تقعد شويه طريه مش بزاف، تجي شوي شيحه على تاع الصابلي مش بزاف. ما تشيحوهاش وما تعجنوهاش. حطوها يعني حوالي 10 دقائق في الثلاجه تروبوزي وبداو تخدموا بها. هنا بعد ما تشكلت لي امبول وتنحات لي من يدي، راهي جات عجينه متماسكه وطريه. راح نغلفها بابي فيلم ولا ساشي ونحطها في الثلاجه. تحطوها من 10 دقائق حتى نص ساعه، يعني ما يصرى لها والو. كي عاد ما فيهاش الخميره تقدروا يعني تروبوزيوها حتى اكثر، مش مشكل. نغلفها مليح ببابي فيلم كما راكم تشوفوا ونحطها لهنا. بعد ما ارتاحت راني نحيتها وراني وجدت لهنا الحلقوم، ودوك نبدا نخدم بها. وجدت الحوايج اللي راح نخدم بهم، جبت المول تاعي. هذه هي الطريقه اللي راح نخدم بها. عليها قلت لكم لاباط تكون شوي متماسكه ما تكونش طريه باه ما تلصقليش في المول تاعي. دوك راح نوزن. ديروا دي بول فيهم 37 من 37 حتى 38 غرام.
باه هذاك المول يحكم لكم لاباط. وثاني على حساب الحشو انا لهنا كما راكم تشوفوا حلقهم قصيتها مربعات متوسطة الحجم. اذا كان خدمتوا بحاجة واحدة اخرى يعني عقدة ولا كبرتوها شوي نقصوا في الميزان تاع لاباط تاعكم. انا لهنا جربت ومن بعد وزنت لقيت الوزن يعني المناسب لهذا المول هو من 37 حتى 38 على حساب الحشو. نخدم هكا اون بول ونحطها كما راكم تشوفوا. هذوك السنين ما راهمش يقيسوا من الفوق، اذا كان شفتوهم يقيسوا. هبطوا شويه لاباط تاعكم وضغطوا عليها كما راكم تشوفوا، يعني طريقه سهله بزاف. حطوا كيف تهزوها يعني ما تقلبوهاش راح يروح الشكل تاعها بزوج اصابع. احكموها من تحت ونحيوا الحلوى تاعكم وشوفوا الشكل تاعها كيفاه جا. تقدروا توجدوا لي بول تاعكم كامل كما راكم تشوفوا. بعد ما وزنتهم حشيتهم وحطيتهم مي لازم تغلفوهم مليح باه ما يقيسهمش الهواء. اذا كان قاسهم الهواء وبداو يشيحوا كي تجيو تشكلهم في هذا المول راح يتشكوا لكم وما يخرجش الشكل تاعهم باهي. ولا تخدموا كما خدمت من الاول، يعني كل بوله توزنوها تحشيوها وتطبعوها ديريكتومون. وكما قلت لكم هاي الطريقه تاع الهزان تاعهم، ما تهزوش من الفوق جوست من التحت وتحطوها في الصينيه تاعكم. اذا راح تخدموا بالمول تاع الغريبيه ولا تاع المعمول الوزن تاع لي بول تاعكم ما راحش يفوت 32 على حساب الحجم هذاك تاع هذاك المول. يعني جربوا الساع ومن بعد ابداو توزنوا على الحبه هذيك اللي جربتوها من الاول. حطوا بابي فيلم باه تسهل لكم العمليه، تنحيوها فاسيلمون من هذاك المول وشكلوا الحبات تاعكم عادي. نشكل ونحط في الصينيات ما نطيبش حتى نكمل الكميه كامله ونخليهم يربوزيو هكاك من 20 دقيقه حتى نص ساعه باه نطيبهم ويكون الشكل تاعهم كيما طبعتهم. بغيتو ثاني تحطوهم تربوزيوهم في الثلاجه يكون احسن، يعني يكون الشكل تاعهم كيما طبعتوهم. لهنا بعد ما طابوا راني طيبتهم على نار قليله، يعني سخنت الفرن ومن بعد نقصت النار باه يطيبوا لي مليح. لازم يتحمروا باه يطيبوا حتى من الداخل. دوك راح نرشهم من الفوق برشة من السكر جلاس ولا تخليهم كيما راهم. انا حبات درت لهم سكر جلاس وحبات خليتهم هكاك باهيين كي عاد جاو حمر وكامل بنفس اللون. كانت هذه وصفتي لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتعتمدوها لهذا العيد. الى اللقاء في وصفات مقبلة من وصفات ام اريش.